السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. عايزة أقول لكم كل مرة بقول لكم وحشتوني فيها، بجد بتكونوا وحشتوني جدا فيها. بشكر جدا كل اللي دخل في القناة جديد، بجد نورتوا القناة. وبحب أشكر برضك اللي موجودين أصلا في القناة، وربنا يا رب يحفظكم كلكم ويسعد أيامكم يا رب. إن شاء الله هنعمل بطاطا بطريقة سهلة جدا وبسيطة بإذن الله. عايزه اقول لكم الفرن البوتاجاز عندي فيه مشكله يعني. طيب انا كده مش هعمل بطاطا مثلا في الفرن، لا بالعكس هعملها على البوتاجاز من فوق، وهتكون طعمها حلو جدا وطعمها بيبقى كمان مميز. يلا بينا اقول لكم على الطريقه. اي كميه بطاطا عندك هتغسليها كويس جدا جدا، تمام. وهجيب حله بقى، وهجيب ورق زبده او ورق كراسه الرسم، عشان بيبقى ايه ماسك نفسه شويه. المهم ورق يكون ابيض عندك، ما يكونش فيه اي كتابه، عشان طبعا الحبر بيبقى غلط ايه في الاكل وكده. بس كده طبعا ايه هبل الورق دوت في ميه، وهحطه هحط في الحله 3 ورقات من تحت، تمام. والبطاطا طبعا عندي غسلها كويس جدا، هحطها بقى ايه في الحله عندي، تمام. هنا بوريكم البطاطا ايه غسلاها وزي الفل. هحط بقى البطاطا في الحله، وهجيب بقى ورق زبده تاني من فوق يعني، بس الاول هحط نص كوبايه ميه، تمام. هبل بقى ورق 3 ورقات بردك كده من فوق. الورق ده عشان طبعا ايه البخار معايا يسوي البطاطا ايه على طول بكل سهوله. عايزه اقول لكم البطاطا دي ما بتاخدش وقت خالص في السوا. طبعا اول ما نحط البطاطا هنحطها على نار وسط. بعد 5 دقايق ههدي النار خالص لحد ايه ما تستوي، هتاخد معايا في السوا نص ساعه. بعد مرور نص ساعه هشيل بقى الورق الزبده من فوق، واحط نص كوبايه سكر. نص كوبايه سكر هتخلي معايا البطاطا مكرمله وطعمها حلو جدا، طعمها بجد حلو، هيعجبكم قوي. اللي ما جربش البطاطا بالطريقه دي يجربها وان شاء الله هتعجبه قوي. حطيت بقى نص كوبايه السكر، هرجع بقى احط الورق تاني من فوق عشان البخار ايه يدوب معايا السكر. 10 دقايق بالظبط، والسكر ده هيتحول معاكي اكنه عسل ابيض، اكنه شربات يعني، بس شربات تقيل. جربيها وطعمها حلو قوي قوي قوي، وسهله وسريعه. يلا يا ست الكل اعملي البطاطا بالطريقه ديت، طبعا مغذيه جدا البطاطا معروفه. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدك. لايك بقى من ايديكم الحلوه كده، واشتراك في القناه للي ما اشتركش. اسيبكم في حفظ الله ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. مع الف سلامه، مع السلامه حبايبي، سلام عليكم.